الصحة مش رفاهية، دي أولوية. والعدوى مش مجرد كلمة بنسمعها في نشرات الأخبار، دي حاجة ممكن تغير حياة الإنسان بالكامل. في حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست هنتكلم عن الحماية، عن الوقاية، مش من منظور الدكاترة، من منظور الدين اللي ادانا تعليمات قبل ما نكتشف يعني ايه طب أصلا. من الناحية العلمية، العدوى هي لما ميكروب زي فيروس أو بكتيريا يدخل جسم الإنسان ويبتدي يشتغل ويعمل أعراض. الميكروبات دي بتتنقل من شخص للتاني، أو من حاجة ملوثة زي كوباية أو كمامة مستعملة، أو حتى من الهواء. وفي أنواع كتير للعدوى، في عدوى فيروسية زي الإنفلونزا أو الكورونا، في عدوى بكتيرية زي الالتهاب الرئوي، في عدوى طفيلية زي الديدان، في عدوى فطرية زي التينيا. وبالنسبة لطرق انتشار العدوى فهي كتير جدا. أولا الرذاذ، يعني عن طريق الكحة أو العطس، لو حصل تلامس مباشر مع شخص مريض. لمس أسطح ملوثة مثلا، الأكل أو الشرب الملوث. والحشرات كمان بتنقل عدوى زي الدبان أو الناموس. طيب إزاي بنحمي نفسنا؟ بديهيات. أول حاجة بنغسل إيدينا. غسيل الإيدين بالمية والصابون لمدة 20 ثانية بيقلل احتمالية الإصابة بالأمراض أو احتمالية العدوى بنسبة بتوصل من 40 ل 60%. ولو عندنا أماكن مزدحمة أو التهوية فيها مش كويسة فيفضل التباعد وإن احنا نلبس كمام، لأن ده بيقلل فرصة نقل الفيروسات. والأكل والمية ياريت برضو يتغطوا، لأن أي حاجة هتوصل لهم ممكن تسبب أمراض كتير للجهاز الهضمي. وزي ما قلنا التهوية الجيدة، لأن الميكروبات بتحب الأماكن المقفولة. وكمان النوم والتغذية. طب ايه علاقة النوم والتغذية باللي احنا قلناه؟ قلة النوم وسوء التغذية ممكن تسبب ضعف في المناعة، وده بيخلي الجسم يتصاب بسهولة. وكمان اللقاحات او التطعيمات، يعني تطعيم الكبد او شلل الاطفال او كورونا، كل الحاجات دي بتحفز جهاز المناعة ان يكون مستعد لو حصل اي اصابة بالفيروس ان هو يقدر يواجهه. طيب بالنسبة لفترة حضانة المرض، فترة حضانة المرض دي هي المدة بين دخول الميكروب للجسم وظهور أعراض المرض، ودي بتختلف على حسب نوع العدوى. يعني لو كورونا فترة حضانة المرض بالنسبة لها مختلفة عن انفلونزا، مختلفة عن التهاب الكبدي، كل حاجة من دي ليها فترة حضانة خاصة بيها. والمشكلة ان الشخص ممكن يكون معدي وهو مش حاسس بأي أعراض، وده بيخلي الوقاية والتباعد والنظافة ضروريين جدا. وده كان كلامنا من الناحية العلمية. من الناحية الدينية عندنا شواهد كتير من القرآن والسنة. في القرآن الكريم سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني بلاش نعرض نفسنا للهلاك، ما هو فكرة ان انا اهمل في وقاية نفسي من المرض ده نوع من انواع الهلاك. وفي سورة البقرة ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحب اللي بينضف وبيتطهر، والنظافة مش بس للعبادة، دي كمان وقاية لينا. وفي سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. يعني كل تصرف بيأثر عليك، بيهلك صحتك أو بيعرضك لمرض، لازم نحاول إن احنا نتجنبه وما نعرضش نفسنا ليه. وبالنسبة للسنة ففي شواهد كتير جدا ليها علاقة بالوقاية من العدوى والأمراض. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. ده كده باختصار شديد معناه الحجر الصحي، حجر صحي كامل قبل ما الطب الحديث يعرف يعني ايه أصلا حجر صحي. وفي شاهد تاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. هو الكلام وقتها كان على الإبل، يعني صاحب الإبل المريضة ما يجيبهاش ناحية الإبل السليمة. بس احنا الفكرة عندنا واحدة، ان اللي عنده مرض ما يروحش يحتك بحد سليم، ودي طبعا قمة المسؤولية. وفي حديث تاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوقوا السقاء. هنا بنتكلم عن الوقاية من التلوث وانتقال الحشرات والبكتيريا، لأن احنا لو سيبنا الأكل مكشوف أو المية فطبعا هيحصل انفكشن، وده يبقى هيسبب أمراض كتير جدا. وفي حديث تاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. الدين مش ضد العلاج، ده بيشجع عليه. ولو حبينا نعمل مقارنة بين اللي قالوا القرآن والسنة من 1400 سنة واللي بيقولوا الطب الحديث دلوقتي، مش هنلاقي أي حاجة بيقولها الطب الحديث ملهاش مرجعية دينية. يعني مثلا الطب الحديث بيقول اغسل ايدك دايما، وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الطب الحديث بيقول اعزل المريض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح. الطب الحديث بيقول ما ندخلش مكان فيه وباء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا أرض الطاعون. الطب الحديث بيقول التطعيم بيقي من المرض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله. الطب الحديث بيقول غطي الأكل كويس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوقوا السقاء.
الدين سبق الطب، مش اتعارض معاه، سبق علشان اللي أنزل الوحي هو اللي خلق جسد الإنسان. اللي بنسمعه في المؤتمرات الطبية النهاردة موجود في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم، واللي بنشوفه على لافتات التوعية مكتوب في صفحات القرآن من أكتر من 14 قرن. الوقاية مش بس إجراء، دي عبادة. احمي نفسك واحمي غيرك وخد بالأسباب وتوكل على الله. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي، واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله قريب. سلام.